كان دايما يقول لي يا بنتي خدي بالك من نفسك، الدنيا دي فيها ناس وحشة كتير. كنت بضحك واقول له يا بابا مش كل الناس وحشة، في ناس كتير كويسة جدا. يقول لي هتعرفي لما تكبري. وساعتها كنت فاكرة انه بيبالغ جدا، لحد لما الزمن وراني الحقيقة فعلا. بعد وفاة ابويا ساب لي مبلغ محترم كده في البنك، قال لي الفلوس دي يا بنتي ورث ليكي، دي امان ليكي من الدنيا، يوم ما الدنيا تضيق بيكي دي اللي هتسندك. وفعلا كنت حريصة جدا على الفلوس دي، عمري ما لمستها، كنت شايفاها زي روح ابويا بالظبط اللي لسه حامياني. لحد ما اتجوزت كده من حوالي 5 سنين من شاب بسيط جدا، شكله محترم وابن ناس وكلامه يدخل القلب. وانا بصراحة ارتحت له وبعد كده حبيته. من اول ما تعرفنا قال لي بصراحة انا مش غني، بس انا عندي طموح وهنبني بيتنا طوبة طوبة. الكلام لمس قلبي قوي. قلت يمكن هو ده اللي هيكمل معايا المشوار. بس اللي ما كنتش متخيلاه بقى ان الكلام حاجة والواقع حاجة تانية خالص. بعد كده اكتشفت ان ما عندوش شقة، وقال لي معلش هنعيش كده مع اهلي شوية، يعني حل مؤقت لحد ما ربنا يفرجها وهيبقى عندنا شقة بإذن الله. المهم أنا وافقت، قلت مش مشكلة طالما في حب ما بينا هنقدر نعدي أي حاجة. بس أول ما دخلت بيت العيلة حسيت إن حياتي كلها وقفت. أمه كانت بتتدخل في كل حاجة، كل صغيرة وكبيرة، آكل إيه، ألبس إيه، أخرج إمتى، أرجع إمتى، وحتى لما بتكلم في التليفون كانت تبصلي كده نظرات غريبة. وأخته بقى ما كانتش بتطقني ولا أنا بطيقها بصراحة، دايما تلمح كده بكلام يوجع. اما جوزي بقى كان دايما واقف في صفه، كنت اقوله حرام عليك انا تعبت مش قادره اعيش كده، كان يرد بكل برود معلش استحملي شويه، دول اهلي برضو. طب وانا فين؟ انا مش من حقي اعيش مرتاحه؟ مش من حقي اتنفس؟ مش من حقي اخرج وادخل براحتي من غير ما حد ما يعد عليا خطواتي؟ السنين عدت وانا مستحمله، كل يوم خناقه جديده، كل يوم بتوجع اكتر من الاول، وانا ساكته ومستحمله وصابره. لحد ما مره رجعت من الشغل لقيت امه بتفتش في هدومي. قلت لها يا طنط انت بتعملي ايه؟ ازاي تفتشي في هدومي؟ انا بفتش يمكن تكوني مخبيه حاجه كده ولا كده عن ابني. وقتها اتوجعت قوي وقعدت اعيط، بس كتمته جوايا. بس انا برضو مسكتش، قلت مش من حقك ان انت تدوري في دولابك. قالت لي بقول لك ايه، ده بيتي وبيت ابني، من حقي اعمل اللي انا عايزاه. وانا كل ده صابره وساكته، لاني بصراحه بحبه ومش عايزه اسيبه ولا عايزه اتطلق. لحد ما جه يوم واحنا قاعدين سوا كده لقيته بيقول لي بقول لك ايه، مش عايزه نشتري كده شقه جديده ونبعد عن هنا خالص؟ الكلمه دي كانت بالنسبه لي طوق نجاه، انا ما صدقتش نفسي، ما صدقتش ودني. فعلا حقيقي هنجيب شقه تانية؟ انا نفسي والله نفسي يكون عندنا بيت نعيش فيه براحتنا بقى، انا تعبت. قال لي بس بصراحه الفلوس مقصره معايا شويه، انت عارفه ظروفي على قدها. ساعتها انا استغربت قوي، قلت له طب انت ازاي هتجيب شقه وانت مش معاك فلوس؟ قال لي ما هو انت بقى عندك شويه فلوس كده في البنك، ممكن نقدر نبدا بيهم. انا استغربت، سكت كده اللحظه، قلت له انت مش عارف ان الفلوس دي بتاعتي انا، دي ورثي من ابويا، ازاي هديها لك عشان تجيب شقه؟ قال لي ايه المشكله يعني، ما فلوسي وفلوسك واحد، وبعدين ده هيبقى بيتنا. بس انا بيني وبينكم انا ما صدقت بصراحه، قلت الحمد لله ان هو وافق يطلع اصلا من البيت ده. قلت له خلاص ماشي. وبصراحه قلت لنفسي يمكن يكون مش طمعان فيا بجد، يمكن عايز ان احنا نتلم في بيت لوحدنا ونبقى براحتنا. المهم بدأنا ندور على شقة، كنت بنزل أنا كل يوم أشوف إعلان، أروح أجري على الشقة وأروح أتفرج عليها وأصورها وأجي أوريله الصور بكل حماس وأقول له إيه رأيك فيها. بس كان بيرد عليا يقول لي بقولك إيه، اللي تعجبك خديها، أهم حاجة عندي إن أنت تكوني مرتاحة. كنت فاكرة إني أخيرا لقيت الراحة اللي ضيعتها بقالي سنين طويلة. وفعلا لقينا شقة صغيرة بس جميلة في حي هادي كده، والشمس داخلها من كل حتة، وكانت مريحة جدا بالنسبة لي. والشقة دي بصراحة كنت مرتاحة لها قوي، حسيت بروح أبويا كانت موجودة معايا. قلت في نفسي يا رب دي تكون بداية جديدة بجد. بس اللي حصل بعدها كان الصدمة اللي غيرت حياتي كلها. يوم توقيع العقد جوزي جه معايا عشان نمضي العقد، لقيته مسك القلم وبيقول لي ايه، طبعا الشقة هتتكتب باسمي. قلت له شقة ايه اللي تتكتب باسمك؟ ليه؟ دي فلوسي انا، دي فلوس ابويا. قال لي ايه المشكله يعني، انتي مراتي يعني فلوسي هي فلوس، وبعدين بصراحه كده الناس هتضحك عليا لو كتبت الشقه باسمك، الناس تقول عليا ايه؟ وقتها الدم سخن في عروقي. رحت قايله له بكل هدوء كده لا، اللي بيحب مراته ما يخافش من كلام الناس، واللي عايز يعيش مع مراته يصونها ويصون فلوسها مش ياخدها منها. فضل يزعق وصوته بقى عالي جدا وقال لي كلام جارح. وساعتها بقى اتاكدت ان هو ده وشه الحقيقي، وشه الحقيقي ظهر، وان الحب اللي كنت شايفاه كان غطى للطمع. ما نمتش الليله دي، قعدت افكر طول الليل، شفت كل المواقف بعين تانية. كل مرة كنت بدافع عنه، كل مرة كنت أقول هو طيب بس مضغوط علشان خاطر الظروف اللي احنا فيها. للأسف كنت هبلة وعبيطة، طلعت بضحك على نفسي. وما صدقت الصبح طلع وهو نزل على شغل على طول.
كنت مجهزة كل حاجة، شلت هدومي كلها وخدت شبكتي ورجعت بيت أهلي، ما بصيتش ورايا. تاني يوم رحت وكتبت الشقة على طول باسمي. الناس بعد كده قالولي ليه عملتي كده؟ ده جوزك ما يستحقش منك كده. كنت استنيتي شوية، يمكن يكون بيهزر معاكي، يمكن فعلا خايف من كلام الناس. بس محدش فيهم كان موجود يومها، محدش شاف النظرة اللي كانت في عينه وهو بيحاول ياخد تعب أبويا كأنه حق. اللي يشوف الطمع في عيون اللي بيحبه عمره ما يقدر يعيش معاه تاني. يمكن خسرت جوزي بس كسبت نفسي وكسبت راحتي كمان. بس طبعا الناس شايفيني ان انا غلطانة. يا ترى فعلا انا غلطانة ولا انا كده عملت الصح؟ لا خالص، انت مش غلطانة. اوعي تندمي ابدا على قرار خدتيه وانت حاسة ان هو بيحمي كرامتك وحقك. اللي عملتيه ده مش تسرع، ده دليل انك صحيتي في الوقت المناسب. الناس ممكن تقول رأيها، سيبيها تقول رأيها، بس محدش عايش وجعك اللي انت عشتيه، ولا شاف نظرة الطمع اللي كانت في عين جوزك. اللي يزعل عشان الشقة ما اتكتبتش باسمه وهو اصلا محطش فيها ولا مليم، وما يفكرش في تعبك ولا في اللي ضحيتي بيه، يبقى عمره ما كان شريك حياة حقيقي فعلا. يا ترى صاحبة المشكلة هي غلطانة في اللي عملته ولا هي صح؟ اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.